السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد. صلوا وسلموا على خير البشر. سنة من السنوات جاءت أمطار غزيرة إلى مكة. هالأمطار هذه تسببت في تصدع جدران الكعبة، ففكروا قريش أنهم يعيدون بناء الكعبة، واتفقوا ألا يدخلوا في بناء الكعبة أي مال حرام، لازم يصير المال حلال، يعني أموال الربا وغيرها ما تدخل. وفي هذه الفترة صادفت فيه سفينة قادمة من أرض الروم. هالسفينة هذه يوم وصلت جدة كانت تسير في البحر الأحمر، تعرضت إلى عاصفة فغرقت وتكسرت. ففكروا قريش أنهم يستفيدون من أخشاب هذه السفينة في سقف الكعبة. ذهبوا إلى جدة وأحضروا الخشب. الآن توفر لديهم خشب يسقفون فيه، وأيضا توفر لديهم مال، لكن هالمال ليس بكافي. ليش؟ لأن الكعبة كانت أكبر من شكلها الحالي، كانت مستطيلة، يعني الحجر كان داخل من ضمن الكعبة، وكان له بابين، باب يدخلون من عنده وباب يخرجون من عنده، وكانت الأبواب ملاصقة للأرض. الآن يريدون البناء، فلا بد قبل البناء يهدمون ما بقي من أجدر الكعبة، ولكنهم يخافون، فهي معظمة الكعبة. فكلهم هابوا، ما أحد تجرأ أنه يقوم بهدم الكعبة. فجاء الوليد بن المغيرة وأخذ المعول وضرب الكعبة، أو ضرب جدار الكعبة، فانهدم وبدأ يهدم حتى جاء المساء وذهب لبيته. إلى الآن قريش واقفين بينتظرون النتيجة النهائية، وش يصير للوليد بن المغيرة. فيوم صار من بكرة قام طيب ما فيه إلا العافية، من بكرة اللي بعده اليوم الثاني الثالث تأكدوا أن الله لن يغضب عليهم، لأنهم يسمعون بما حصل لأبرهة من طيور أبابيل يوم جاء يهدم الكعبة. قاموا وهدموا الكعبة، ثم قسموا البناء على قبائل قريش. قبائل أي أفخاذ قبيلة قريش، كل قسم من قريش يبنون جهة من الكعبة، وبدأوا يبنون وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. فلما وصلوا إلى وضع الحجر الأسود في مكانه اختلفوا، واشتد الخلاف بينهم حتى جاء المساء وهم مختلفين. ذهبوا ومن الغد جاءوا، فما استطاعوا أن يحلوا. كل قبيلة تقول حنا نبي نحط الحجر في مكانه، فزاد الخلاف حتى حملوا السيوف على بعضهم. يعني الآن تكاد تكون حرب أهلية داخل مكة بين قبيلة قريش على وضع الحجر الأسود. فقام رجل من قريش وقال دعونا نحكم أول رجل يدخل من الباب الفلاني، يحكموه نرضى بحكمه، أي شيء يقولوا حنا نوافق عليه. فوافقوا واستحسنوا الفكرة. فسبحان الله، يدخل من هذا الباب محمد صلى الله عليه وسلم. فرحوا جميعا وقالوا بصوت واحد الصادق الأمين الصادق الأمين. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فأخذ رداءه صلى الله عليه وسلم وقال وضعوا الحجر على هذا الثوب، ثم أمر كل قبيلة تمسك بطرف من أطراف الثوب، فرفعوه، ثم أخذ الحجر الأسود بيديه الشريفتين صلى الله عليه وسلم ووضعه في مكانه، وانتهى الخلاف وبنيت الكعبة. وكان في هذه القصة أو هذه الحادثة اتفاق من القرشيين بجميع أطيافهم على صدق وأمانة وقبولهم للرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.